السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. اليوم عندنا طاجين المدربل، طاجين قديم تاع زمان، طاجين بزاف بزاف بنين بالباذنجان. ما فيهش كامل بزاف مقادير. على كل حال هو اصله يندر باللحم الغنمي، يعني هذه طريقته التقليدية من بكري، يندر باللحم الغنمي، وممكن نديروه بالدجاج ولا. المهم هنايا خذوا طاجين ولا طنيجة ولا اللي تحب دير في لاكوكوت، دير في لاكوكوت تسهل عليها ويطيب لها فيه اللحم تاعها. درت واحد زوج مغارف برك تاع الزيت ولا ثلاثة، ودرت 4 مغرفة ولا نص مغرفة تاع السمن. نعرفوا بلي الماكلة تاع بكري كامل تحب السمن، والسمن في الحقيقة يبنن الماكلة، يعطي واحد الجو سبيسيال. قلت لكم هنا نديروهم يسخنوا وندير عليهم هذاك اللحم يتقلى. نقليو مليح هذاك الطرف تاع اللحم. ولي زي بيس عندي هنايا نص مغرفه تاع العكريل، الملح، فلفل الكحل والكرويه. هذا طاجين المدربل بالباذنجان لازم فيه الكرويه، يعني اللي يميزو الكرويه، يعني هو اللي يجي، هي اللي تجي لازمه في هذه الوصفه. كما قلت لكم هنا تحبي هنا عندي راس تاع الثوم، مش كبير بزاف بيسك الكميه ماهيش بزاف كبيره. درت عليها هذوك لي زيبيس. هنا عندي ندير عليها 2 مغارف تاع هريسه تاع الفلفل الحلو العكري تاع الدار الحلو. اللي ما عندهاش دير 4 مغارف على راس المغرفه برك طوماطيش كونسيرف تاع بايض. هنايا نطحنهم، ولا تقدري تدرسي هذيك الثوم في المهراج ولا كما حبيتي. هنايا نواسيهم مليح بالبغا. نقدروا زعما لما حبش نطحن لك ولا ديري عليها شويه ما 4 كاس تاع الماء ولا، باش نديرو هذيك الدرسه تاعنا اللي تكمل تتقلى مع هذاك اللحم. يعني درسه راهي ما في حسب باينه مكوناتها. قلت لكم المهم الكرويه، العكريل، الملح، فلفل الكحل. اللي عندها فلفل حلو دريس تاع الدار ديرو بيان سور، هذاك يبنن ويخفف المرقه، يعني اكيد معروف بلي يعطي جو شباب في الماكله، في الشطاطح، في كلش. هنا هذاك اللحم راني نقلي فيه مليح مليح، ومن بعد ندير عليه هذوك لي زيبيس مع الثوم. هنا عاود تقلى معايا داك اللحم، قليته كي نقليوه يعطينا جو شباب يعني في الجوازات تاوعنا وكامل. ندير عليها هذيك الدرسه هكا، نديرها كامل. وهذا الطاجين ولا غير يعني بنين بزاف بزاف، واللي كيما حنا نقولوا معروف او غني عن التعريف، سورتو حنا في كيما حنا نقولوا المناطق تاعنا، ومعروف هذا. ويقدر يجي ثانيك بيض، يندار بيض، مي انا نحبوه هكذا صوص غوج بلا بالدرسه حمراء. قلت لكم هنايا نخلوه يتقلى مليح مليح، ومن بعدين ندير عليه غير شويه تاع الحميصه ونمرق له. هنا عندي شويه حميصه نديرها له. هنا شليت هذاك اللي طحنت فيه، شلوها ولا المهرس تاعكم شلوه ونزيد عليها شويه تاع حميصه، غير كميشه تاع حميصه، ونمرق له ونخليوه يطيب حتى داك اللحم يدخل له طياب عادي جدا. واكيد كي نقولوا المدربن نقولوا الباذنجان، هو يجي غير بالباذنجان. هنا الباذنجان تاعنا ما نقطعوهاش رقيقه بزاف، تجينا هي بنخلوها شويه ملحمه. من احسن كي تكون حبه كبيره يجونا كامل طوال، تجي شابه يعني قصدي نقطعوهم مدورين دوائر، تجي شابه. هنا شوفوا اللحم طاب زبده، دخلوا الطياب. هذيك الباذنجان ديروها في الماء باه ما تشرب لكمش كامل الزيت، 5 دقائق في الماء، هكذا خلوها في الوين في الماء، ما تشربش كامل الزيت. الزيت اللي ديروها تصيبوها في المقله. باغ كونطخ لو كانت ديروها تقلوها تشلوها وتقطعوها وتقلوها قباله، راح تقعدوا غير تزيدوا في الزيت، والطاجين تاعكم يجي بزاف مزيت من بعدها، باسكو هي راح تطلق كامل هذيك الزيت تاعها في هذاك الطاجين. وهنا كنطفي له 5 دقائق ولا 2 دقائق مولي ترمو ديك الباذنجان، طفيو لها. نديرو عليها مغرفه تاع الخل ولا زوج، هو لازم نديرو له شويه خل، مغرفه ولا زوج، وتاكلوه بالصحه والهنا. وهذا الطاجين اذا بات وصبح يصبح ذوقوا واش نقول لكم من اروع ما يكون. الى هنا نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.